أهلاً بيكم في حكاية في 3 دقايق. يا نور، كنت زمان بحلم. كان عندي قلب مليان شغف. كنت عايزة أبقى حاجة كبيرة. كنت بحلم أتعلم أكتر، أشتغل في المجال اللي بحبه، أسافر، أحقق لنفسي اسم. بس الظروف كانت أقوى منيا. مرة أسيب حلمي عشان أساعد أهلها، مرة أتنازل عشان أربي إخواتي، مرة أضحى عشان أفرح حد تاني، وكل مرة أقول مش مشكلة، هأجله شوية. وفجأة لقيت العمر جري، لقيت نفسي كبرت، ولسه نفس الحلم واقف على الرصيف مستنيني. بس السؤال، هل لسه عندي وقت؟ ولا خلاص الحلم بقى من الذكريات اللي مش هترجع؟ عارفة يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها حلم انتهى. الحلم زي بذرة ممكن يفضل مستخبي سنين تحت التراب، لكن في لحظة يطلع ينور الدنيا. الوقت عمره ما هيبقى عائق. العائق الحقيقة هو الاستسلام. اوعى تفتكر إنك كبرت على الحلم، بالعكس، انت كبرت بالحكمة والتجارب. يعني لما تسعى له دلوقتي هتسعى وانت أقوى وأوعى. خد خطوة صغيرة، افتح باب، اقرأ كتاب، ابدأ من جديد. مفيش حد بيحاسبك على العمر، ربنا بيحاسبك على السعي. صدقني، مفيش حلم بيموت، في ناس بتتوقف عن السعي، وانت تقدر تكون من اللي لسه بيجروا ورا أحلامهم حتى لو آخر نفس.